يا هلا، هاي ثاني محاضرة بالكورس اللغة، واليوم عندنا المضارع البسيط. اوكي، بس قبل لا ابدا كل شيء خلي اطلع على هاي الجمل وياكم. اوكي، عندنا اول جملة شو تقول؟ أمير brushes his teeth at night and in the morning. حلو. أمير يفرش أسنانه، حلو، في المساء وفي الصباح. اوكي، طبيعي. اوكي، جملة ثانية. I cook crabs for living. I cook crabs for living. أنا أطبخ السلطعونات أو السرطانات لأجل العيش. حلو، أو على مود أعيش، يعني هاي المهنة. عندنا شيء ثاني. The sunrise is at 6 o'clock in the morning. حلو. شروق الشمس هو في الساعة السادسة في الصباح. الساعة السادسة في الصباح. The English class starts this week. صف الإنجليزي، حلو، أو مادة الإنجليزي راح تبدي هاي الأسبوع أو هذا الأسبوع. أوكي، تمام. المشترك بين كل هذه الجمل هو إنه كلهن في زمن المضارع البسيط. زين، ليش كلهم زمن المضارع البسيط؟ ليش مو غير زمن؟ لأنه هسه راح أقول لكم استخدامات المضارع البسيط وين نحتاج نستخدمه بحياتنا اليومية. اوكي، لأن هو بالأمانة يعني انتم بالإنجليزي ما تحتاجون كل الأزمنة على مود تحجون. يعني اكو أزمنة تجي 90% مضارع بسيط، مضارع مستمر، ماضي بسيط، ماضي مستمر. لكن للتعليم الأقوى، حلو، لازم تطلعون أيضا على الأزمنة الأخرى. اوكي، زين، خلينا نقول شنو استخدامات المضارع البسيط. عندنا أول استخدام مثل اللي فوق. أمير brushes his teeth at night and in the morning. هذا شنو؟ هو يفرك أسنانه، حلو، في المساء وفي الصباح. هذا روتين. فعندنا أول شيء هو الروتين. الروتين. ثاني شيء شنو عندنا؟ عندنا هاي الجملة I cook crabs for a living. معناها شنو؟ معناها إنه هاي للتحدث عن مهنتك، حلو، أو التحدث عن المهن. للتحدث عن المهن. career. اوكي، الشيء الاخير لا، بعدنا شغلتين. اوكي، فعندنا وراها شنو؟ The sunrise is at 6 o'clock in the morning. حلو، شروق الشمس هو في الساعة السادسة صباحا. معنات هذا شنو؟ هاي حقيقة علمية. لأن حقيقة علمية هي لازم تكون مضارع بسيط. حلو، facts. حلو، حقائق. اوكي، والاخيره شنو؟ The English class starts this week. كورس الانجليزي يبدأ هذا الاسبوع. حلو، هذا لازم يكون مضارع بسيط، لان هذا هو عبارة عن موعد. dates، مو dates اللي ببالكم، منتظر. المواعيد، مو المواعين، مواعيد. اوكي، زين، هسه عرفنا شنو بنستخدمه. خلينا ننظف السبورة، خليني اشرح لكم شوي عن القواعد. اوكي،
عشان اصبر اكتب لنا شويه قواعد. ركزوا وياي. زين، اول شيء اللي راح ناخذه هسه حلو هي الجمل الاسميه في المضارع البسيط، لانه اكو جمل اسميه وجمل فعليه حال اللغه العربيه. الجمل الاسميه غالبا تكون عباره عن صفات او اوقات او شيء معين. خليك بس وياي. حلو. زين، عندنا القاعده شو تقول؟ اسم زائدا is إذا كانت هي أو شي أو it. لذلك أنا بالملزمة أنا شو مسوي؟ الهي والشي والإت دول كلهم مسويهم أنا بالأحمر، الإز بالأحمر، وبعدين تجي الملزمة الثانية الواز أيضا بالأحمر، أو حتى الأس اللي تنضاف، الأس اللي تنضاف على أفعال بالمضارع البسيط. هاي كلها منين جاية؟ هي أس الشخص الثالث، هي مال هي وشي إت. الأس والإي أس هي متابعة إلها. أوكي؟ زين، هاي أولا. اسم is في حالة he she it تصرف يعني هو الشخص الثالث. في حالة شنو؟ الآي. بس الآي هي الأم، بس الأم هي للآي. حلو. are حلو للبقية. هل إن they فقط هي أوقع إيه they we you. حلو إن هنا التبقى. راجع. and زائد is في هذه الحالات، في هذه الحالات أو are في هذه الحالات، زائدا تكمله اللي غالبا تكون شنو؟ صفات. اوكي زين، عندنا نسوي المثال. جيسون حلو، جيسون is late. صفة late هو متأخر، جيسون هو متأخر. حلو اوكي زين. هسه عندنا ثاني شيء we حلو are ready for you. حلو، نحن مستعدون لك. نحن we are نحن by the way هاي تنقرأ يعني نفس الشيء باللغة العربية كترجمة قاعد أتكلم أني. حلو، جيسون is حلو جيسون هو، فلا جيسون is late. حلو، فهاي تندمج تقريبا ويا جيسون. we are حلو، ف we are هم تنقرأ يعني بالترجمة العربية إذا بحدها ووقفنا الجملة أو شخصية قاعد تقول شغلة وقاعد تقطع الكلام وش تقول له we are تنقرأ we. حلو، تندمج وياها نوعا ما، لكن هذا مو موضوعنا، هذا موضوع ترجمة. ترجمة همات يعني كلش بالشعب، فمو ضروري. We are ready for you. نحن مستعدون لك. حلو، استخدمنا الار لان عندنا we. حلو، we لا هي لا هي لا هي I عم نستخدم ولا هي شي عم نستخدم شنو is، فاكيد هي ار. لا تدخلون بالموضوع. حلو زين، عندنا هسه شنو عندنا الاي am very hungry. حلو، اكيد احنا عندنا اي والاي هي للام لان ذولي للابد. حلو انتهينا الموضوع. اوكي حلو، I am very hungry. أنا كلش جوعان، وهذا ما كان مثال، هذا كان واقع حال أنا كلش جوعان. اوكي تمام. زين، هسه حتقولوا لي اذا اني عكس هاي الامور، اذا قررنا ننفي شنو حيصير؟ تعال. حلو، بالنفي شو راح يصير؟ ما راح ننفي الفاعل ولا راح ننفي الصفة او تكملة الجملة. على منو راح نركز النفي مالتنا؟ من راح نعاقب؟ ذني البلية. بس ذني الثلاثة، ذني شنو؟ ذني نعاقبهم ننفيهم. فإذا يصير isn't أو is not. isn't نفس الشيء. حلو، الام am not. هاي مو هات، هاي نوت بس شوية، حتى هالطول ما يكفي. اوكي زين، الار تصير are not. امات ايضا معروفة ك aren't. لطيف. يعني بهاي الحالة
خلينا نجي واحد واحد. بهاي الحالة نجي على جيسون. حلو، جيسون المتأخر. زين إذا احنا كنا متهمين جيسون غلط، جيسون ما متأخر، شو حنقول؟ إذا واحد من جماعته قاعد يفزع له، شو يقول له؟ يقول له نو، جيسون is not late. حلو؟ أنا عندي طبع أحب أكتب ال هيجي، ما أنطيها الفول لينث. حلو، بس أحب إنه أعطيها ذي المرات غالب ذي، بس ممكن تكتب يعني بطريقة عادية. المهم يعني أذكر من الأمور اللي ما لها يعني أمور متشعبة هاي. أوكي، جيسون is not late. جيسون هو شنو؟ غير متأخر، ليس بمتأخر. جيسون ماشي. نفينا شنو؟ نفينا ذول، نفينا هاي نفيناها. it is not. ماشي. الجملة الأخرى we are ready for you. مستعدون لك. إذا أنتم ما تعرفون من أنا، إذا مثلا بهاي الحالة بهذا السيناريو أنا أكون مثلا مايك تايسون أو بروك ليزنر، يعني ما أتصور، أو جوكو، ما أتصور إنه أنتم مستعدين يعني. فبهاي الطريقة شو حنقول؟ شو حيقولون؟ سوري، we are not ready we are not ready for you. We are not ready for you. اوكي، نحن غير مستعدون لك. اوكي تمام. I am very hungry. زين إذا أنت قاعد تكذب، إذا أنت يعني واحد مجرد واحد شره أو واحد يحشش وأنت توك ماكل، عيب. مفروض شو تقول؟ Sorry, I am not. خلي شوي أطلعها not hungry. I am not hungry. أنا لست بجائع. بس هو شرح. اوكي، هسه اخذنا المثبت والاسمية، اخذنا النفي والاسمية. حلو، بعد شنو بقى؟ السؤال والنفي بالسؤال ونفس السؤال. اوكي تمام. خليه شوي انظف السبورة، نقله. يلا هسه كافي عاد، وقفوا نقله. اوكي مسحناها، اتمنى انه كتبتوا اللي قلت لكم عليه. اوكي شنو احنا عندنا اول شيء حناخذ هسه السؤال بالهل. ما اعرف اذا مبين بالسبوره المكتوب هاي بالعربي ولا مبين. هذا هو طريقه السؤال بهل. مثلا هل السماء زرقاء؟ هل انت قوي؟ هل انت جدي؟ هل انت سريع؟ يعني بهاي الصيغه. حلو. او بالعراقي يعني مجرد بس نحط علامه استفهام، يعني قربت لكم اياها بالفصحى احسن، لان احنا بالعراقي نقول انت سريع، انت قوي، السماء زرقاء. حلو. هاي الانواع من الاسئله ما تحتاج ادوات سؤال، لان اسئله بالهل. فاذا ماكو ادوات سؤال خلاص اكمل الحياه طبيعي. اخلي شو اسوي؟ اجيب الافعال المساعده اللي هي هنا بهاي الحاله از وار وام، وراها اخلي شنو؟ اخلي الفاعل مالتنا او الاسم بهاي الحاله. حلو. الاسم او الفاعل مالتنا، سوري الاسم هنا لانه من الاسميه. حلو، زائد التكمله. حلو اوكي. يعني مثل شنو؟ مثل ما قلنا هل السماء زرقاء؟ is the sky. جريمة اكتب زرقاء بالاحمر. blue. حلو. ليش is؟ هذول جماعة الشخص الثالث معذرة، اللي هو هي
شي it. والسماء هي it، مهما علت تبقى it. it مو غير عاقلة حاليا. اوكي تمام. فشنو هسه عندنا؟ عندنا الجملة الثانية مثلا حناخذ مثال اخ. are you willing to do this? To do this. Are you هل أنت willing متأهب أو ناوي willing to متأهب أو ناوي. حلو. do this هل أنت متأهب أو ناوي إنه تسويها، يعني أنت تبي تسويها صدق. حلو. هل أنت جاهز؟ أوكي بهاي الطريقة. are you willing to do this هل أنت مستعد إنه تسويها، أو هل أنت متأهب إنه تسويها. أوكي. this يختلف يعني عن شيء أو شيء، بس بحالات يعني يكون موقف معين وأنت تريد ما بيك حل تجيب جملة كاملة على مود توصف الموقف وعندك شيء سريع لازم تقول this. ممكن يقول are you willing to help me with my homework هل أنت متأهب إنه تساعدني بالhomework مالتي. هل are you willing to drive me back home. حلو. إنه توصلني للبيت. اوكي. شو عندنا آخر شيء العام. am I crazy. لاحظ الاي دائما تنكتب بالكابيتال. الاي الفاعل اللي هو انا دائما بالكابيتال حتى لو هو بنص الجمله. am I crazy or what. sorry. هل انا مجنون او شنو يعني. هل انا مجنون او شنو يعني بالضبط. هذا شو تقولها am I crazy or what. حلو. من يصير موقف غريب قدامك. حلو. وما حد يصدقك او موقف صعب تصديقه، فانت تقول تشوف صاحبك وتقول له am I crazy or what. حلو. am I crazy or what. اوكي زين. هسه اذا قررنا انه نستخدم ادوات السؤال اللي ماخذيها بذيك المحاضره، شنو اللي حيصير؟ كل اللي حيصير راح تجي اداه السؤال معززه مكرمه تقعد بلا جمله. يعني مثلا كل شيء مستعد. مثلا when are you willing to do this. when are you willing to do this. شو وقت انت راح تتأهب انه تسوي هذا الشيء. شو وقت انت متأهب انه تسويه. اوكي. هنا am I crazy or what ممكن نقول how. نمسح النهاية ما يحتاج نمسحناها لأنه ما هتكون منطق. أنت بديت تسأل شلون تعطي إجابة أثناء السؤال. حلو. أو تعطي اقتراح أثناء السؤال. أوكي. بالأداة طبعا اللي هي الهاو. ليزر. أوكي. how am I crazy. شلون أني مجنون. مثلا. حلو. رحت للصين طلبت المطعم طلبت أكل إجاك الأكل شابوا بزازن صيحت عليهم. حلو. قالوا لك hey you're crazy وانت قلت لهم how am I crazy. حلو. قاعدة تعيط how am I crazy شلون أنا مجنون انتوا المجانين. حلو.
when is the sky blue. when is the sky blue. حلو. شو وقت السماء هي زرقاء؟ حتجاوبه شو وقت؟ at morning or at daytime اللي هو بالنهار. النهار هو daytime. at daytime. حلو. أو in daytime. during daytime. ماشي. when are you willing to do this. حلو. شو وقت أنت متأهب إنه تسوي هذا الشيء؟ تجاوبه بشنو مثلا؟ next week. when is the sky blue. شو وقت السماء زرقاء؟ during. أثناء. during. daytime أو during daytime. حتى ما تحتاج الذا، تقدر تقول الذا بس ما يحتاج. يعني مثل ما قلت daytime time هو شنو كله؟ النهار. during daytime في النهار. Am I crazy? No, you are not. You are not. Okay. زين. بس قبل لا أختم يعني هاي المحاضرة البسيطة، خلي أقول لك على كم شيء، أو أقول لك تشيل كاميرا أنت ما بيش. حلو. أوكي. خلي أقول لكم على كم شغلة. خلي أوضح هاي الأمور. بيكم هواي يخلطون، ضوجني هاي الغلط، ما أدري إيش غلط تافه. مثلا ناس ما تعرف شو كنت تكتب your اللي هو you are، الاختصار مال you are، ما تعرف شو كنت تستخدم your اللي هو التملك مال أنت، أنتم، أنتن، أنتما. حلو. هنا الفرق. هنا تملك يعني لازم car أو house أو wife. لا جد wife أو husband. حلو. هنا you are. حلو. يعني اللي وراها. حلو. أما صفة، وأما شنو؟ ing. ليش؟ لأنه إحنا عندنا هنا are فعل مساعد، لا يجوز، ما يصير. لو مثلا you're amazing. حلو. لو مثلا you are مثلا you're cooking for love. حلو. you're cooking for love. تطبخ ليش الحب. هذا الفرق. ماشي. انت تطبخ ليش الحب. ده لانه ing ده طرقتها بعدين. اوكي. فلنستوعبه السؤال بهل لازم شنو؟ فعل مساعد بحت، وراها اسم، وراها تكملة الجملة اللي اغلبها ايش يكون صفة. اوكي. اما اذا ما بدنا نسأل بهل. حلو. بدنا نسأل بأداة السؤال، فندخل أداة السؤال هنا. ماشي. طقوا صورة أو طقوا صورة شنو؟ وين قاعدين؟ وقفوا وكتبوها. ماشي. خلي أعطي واجب. واجب كالآتي. أو تدرون شنو؟ الواجب راح أدزه تكست. ماشي. تمام. وهاي كانت المحاضرة الأولى، المضارع البسيط.
حلو. أخذنا بيه الجانب الاسمي. المرة الجاية ايش راح ناخذ؟ الجانب شنو؟ الجانب الفعلي. اوكي؟ تمام. وهذا هو. تصبحون على خير. اتمنى النت راح يساعد انه تنزل الحلقة من وقت. بهاي الحالة صدق تصبحون على خير. و see you.